أورد أنا بالنسبة لي هو صراحة الحدث الأهم بالوطن العربي، والحدث الأهم لازم نكون موجودين فيه. شو أبرز الإنجازات اللي حققتيها؟ أكيد أبرزها كأس العالم، أكيد بمشاركتي بوحدة من أغاني الفيفا طبعا، والمهم كان إنه مشاركة نسائية. وأنا داعمة للنساء دائما. والفاينل يعني لما غنيت بختام كأس العالم، الفنان يعني هو واجهة وهو كل شيء، يعني هو يمكن أهم من السياسي. يعني شوفي، هي تجربة عراق آيدل من أهم التجارب اللي صارت لي بحياتي الفنية، برغم أنه أنا حجمي الفني بوقتها لما انطلب مني أكون بعراق آيدل كان صغير، يعني ما كنت بهاي الشهرة. هسه العراقيين عندهم حس ما حد عنده إياه، وهذا الحس الحزن تسمعه بأي صوت عراقي، يعني أول ما تسمع تقول هذا عراقي. فكل شيء شبهك يحسوا العالم أكثر، كل شيء تغنيه حقيقي يحسوا العالم أكثر. الأغنية كانت تاخذ أسبوعين 3 أسابيع لحد ما يسمعوها ولحد ما تضرب. هسه الأغنية تنزل يوم يومين، ثالث يوم ترند. طبعا. مين من على الساحة الفنية من مصر اللي هيك لفت لك نظرك أو الأغاني اللي عم تسمعيها؟ أحمد سعد. شو كل شيء قاعد يقدمه أحمد سعد رائع. شو أكثر شيء حبيتيه لأحمد سعد؟ يعني عليك عيون. كل الأغاني اللي نزلها أحمد الأخيرة كانت هت وناجحة.